السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتحف المصري الكبير. افتتاح المتحف المصري الكبير يا جماعة كان النهاردة يوم 1/11/2025. وبصراحة الافتتاح احنا كمصريين نفخر بالصورة الجمالية، حاجة بصراحة قمة الفخامة وقمة الرقي. واحنا هنا لما بنحب نعمل حاجة صح كمصريين بنعملها. مشروع المتحف المصري الكبير يا جماعة من بدايته، يعني أنا عن نفسي وجهة نظري الشخصية المتواضعة بعتبره من أنجح المشاريع في آخر 10 سنين. طبعا المشروع ده كان بدايته من 2002، كان في عهد الرئيس حسني مبارك. كان أياميها وزارة الثقافة، كان وزير وزارة الثقافة أياميها فاروق حسني. لما عرض المشروع على حسني مبارك وزارة الثقافة، وأنا هنا متعمد أقول وزارة الثقافة، لأن كان في الزمن ده كان كل وزارة لها شغلها منوطة بيه. كنا قليل لما نلاقي مشروع معين بيبقى بأمر إسناد لجهة معينة، والناس اللي شغالة في المقاولات تفهم أنا إيه أقصد إيه. وزارة الثقافة عرضت المشروع ده كمناقصة، دخل فيه أكتر من 80 دولة. فأنت عندك مشروع بتعرضه في مناقصة عامة، تخش الدول فيه، أنت بتشوف ال الأنسب لك. أي دولة أو أي مكتب شركة متقدمة هتقدم لك مناقصتها، أنت بتشوف الأنسب لك كدولة وبتختاره. وبالفعل اخترنا أياميها وزارة الثقافة اختارت مكتب أيرلندي، وبناء عليه كان بدايته شغل صح مظبوط. بدأ الشغل في المتحف المصري الكبير من 2003. طبعا موضوع التمويل ده هو اللي أخر السنين دي كلها، بس المشروع كان شغال مظبوط، بدليل اللي هو الصورة المشرفة اللي طلع بيها افتتاح المشروع المتحف المصري الكبير. وهنا هنقف برضو عند نقطة مهمة جدا، ان مصر لما بتحب تشتغل صح يا جماعة بنشتغل صح، بدليل العظمة اللي شفناها في الافتتاح. يعني شبه مفيش حاجة في التكنولوجيا العالمية ما استعملتش في افتتاح المتحف المصري الكبير ده، غير شوارع القاهرة اللي مفيهاش منديل مرمي على الأرض. ليه يا جماعة؟ إن كل واحد شاف شغله صح. الداخلية شافت شغله صح، المرور شاف شغله صح، المحليات شافت شغلها صح. طب احنا ليه ما نشوفش شغلنا صح دايما على طول؟ ولا هو لازم يكون عندنا مناسبة عشان كل واحد يشوف شغله صح؟ دي نقطة حبيت بس اتكلم فيها. تاني حاجة يا جماعة، اقتصاد الدول لا ينمو غير ان كل واحد يكون مكلف بشغله. يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى ما اداش اي حد الحكمة المطلقة. انت راجل رئيس شركة مثلا، هديكم مثال، مثلا انا راجل رئيس شركة، مش بالضرورة اكون فاهم في كل جميع البنود بتاعة المشاريع الشركة دي. انا يكفيني اكون فاهم في الادارة، ويكون عندي علاقات جيدة ان انا اجيب شغل للشركة دي. انا كراجل جي ام، في ناس تحت مني، في مهندسين، في ناس مسؤولة عن الجودة، في ناس مسؤولين عن التخطيط، في ناس مسؤولين عن الإدارة، في ناس مسؤولين عن رقابة المشاريع، وهكذا. يعني الكلام ده بينمو، بيخلي الشركة ناجحة. كل واحد في تخصصه شغال. كل خلق لما ييسر له، محدش عنده الحكمة المطلقة. فهنا لما الشركة بتمشي بالأسلوب ده وبالسياسة دي، الشركة بتنمو وبتكبر. كذلك الدول. احنا وصلنا يا جماعة اللي أحمد الشرع الرئيس السوري بيسفي على مصر. طبعا في الوقت اللي مصر كانت بتفتتح فيه المتحف المصري الكبير، احنا عارفين العلاقة دلوقتي بين مصر او بين النظام المصري والنظام السعودي. عشان كده لازم نفرق يا جماعة بين الشعوب، لان احنا كشعب مصري احنا مفيش اي مشاكل بيننا وما بين الشعب السعودي، ومفيش اي مشاكل بيننا برضو ما بين الشعب السوري.
احنا الشعب المصري شعب طيب. في مشاكل ما بين النظام المصري والنظام السعودي. في الوقت اللي احنا بنفتتح فيه المتحف المصري الكبير، السعودية او النظام السعودي كان عامل مؤتمر استثمار، وكان داعي فيه الرئيس السوري احمد الشرع. خلي بالكم يا جماعة، السعودية دلوقتي متجهة لإعمار سوريا. طبعا احنا عارفين عشان الزراع الإيراني ومشاكل. السعودية مش عايزة تخلي لإيران أي حكم أو أي سلطة في منطقة الشام عامة يعني. فمن هنا محمد بن سلمان هيدعم سوريا دعم شديد في السنين اللي جاية دي، وهو أحمد الشرعي ذكي بيلعب على النقطة دي كويس جدا. فالراجل قال إن السعودية والإمارات من أقوى الدول في المنطقة وشغالين صح والكلام ده. وفي دول تانية ناجحة برضو بس مش بمستواهم زي مصر والعراق. المومياءات بتاعتنا، الموميا بتوعنا اللي هم أنا بشبههم بالموميا لأنهم جسد بلا عقل. بتوع الإعلام المصري كله طلع يشتم في الراجل، عاوزين يعملوا فتنة ما بيننا وبين الشعب السوري، ومدخلين الشعب في الموضوع بطريقة أنا مش فاهمها بصراحة. مع إني أنا من وجهة نظري الراجل ما غلطش في مصر أصلا، ولا غلط في الشعب المصري. أنت بتدخل الشعب المصري ليه في مشاكلك؟ أنت راجل ماشي بتوجيهات معينة، أنت بتمثلش الشعب المصري. زيك زي الأعضاء مجلس الشعب اللي جايين دولت، اللي برضو الجهة الأمنية مختارهم بالاسم، ما يمثلوش الشعب المصري. يا جماعة والله العظيم أنا من رأيي نلغي مجلس الشعب ده أصلا ومجلس الشورى. يعني انتوا كده كده انتوا اللي مختارينهم بالاسم وبيمثلوش مصر. احنا بنشوف مهازل زي واحدة متقدمة مترشحة في مجلس الشعب نزلت السوق تسلم على الناس وتعمل دعاية لنفسها. الناس البياعين اللي في السوق عندهم خبرة عنها، بيفهموا في الاقتصاد اكتر منها. الناس بيقولها هتحل لنا مشاكل الاسعار، تقول لهم ده مش مشكلتنا، ده مشكلة الدولة. الدولة هي اللي بتحدد. انت داخلة مجلس الشعب تعملي ايه؟ يا جماعة احنا ليه بنتحول لدولة ريعية كده؟ الدولة عمرها ما تتقدم بالناس دي. يا جماعة يا جماعة، فين أهل العلم؟ فين أهل الخبرة؟ فين الكوادر اللي في البلد؟ احنا كده بصراحة يعني كلام أحمد الشرع الراجل ما غلطش. أنا شايف إن الراجل ما غلطش. احنا فعلا احنا لسه يعني ما فيش دول بتنمو بالاقتراض يا جماعة. احنا لسه من أسبوعين الرئيس السيسي كان في أوروبا، الاتحاد الأوروبي، عشان نمضي على القرض ال4 مليار ديت، بيسموه قرض حسن، عشان هيتسدد على 34 سنة بفوائد أقل. بس في الأول والآخر أنت قروض. يعني حتى يعني أنا بتقدش اللي حصل في افتتاح المتحف المصري، لكن أنت الدول نفسها اللي إحنا بنستلف منها ما بيعملوش المصاريف الجامدة الافتتاحات ديت يا جماعة. يعني مثلا برضو شرم الشيخ، قمة شرم الشيخ للسلام، طبعا كانت قمة عظيمة ما بقولش فيها شيء. ومصر كانت فيها الريادة، ومصر بتحاول ترجع لموقعها الريادي في المنطقة. ولكن عشان نرجع لازم نقوي اقتصادنا برضو، مش بالاحتفالات وبالبيانات ولا بالمؤتمرات يا جماعة، ولا بالكلام ده خالص، بالاقتصاد القوي. وعملنا شغل كويس، والمخابرات العامة عملت شغل كويس في ملف غزة الحمد لله، رغم ان الصهاينة رجعوا يضربوا تاني. لكن كانت خطوة كويسة من مصر إن هي نرجع للريادة في المنطقة، والريادة العربية اللي احنا فقدناها بقالنا سنين. بعدها بيومين الحكومة زودت الأسعار، بنزين والسولار والمحروقات. احنا ليه ما نعمل حاجة كويسة لازم بعدها على طول يعني نحملها على الناس؟ يعني أتمنى موضوع المتحف المصري أو افتتاح المتحف المصري الكبير ده يا جماعة يعني يعود، يبقى فيه إعادة أو فيه حاجة يعني إيه تخص الشعب المصري. يعني بلاش، يعني مش عايزين حاجة من الحكومة يا جماعة، بس أهم حاجة ما تزودوش بقى على الشعب المصري خلاص. يعني مش كل ما تعملوا حاجة كويسة أو يبقى فيه افتتاحية أو فيه مؤتمر عالمي أو فيه حاجة كويسة بتتعمل،
تيجي بعدها تزود تغلي اي حاجة او تعمل رفع دعم عن اي حاجة يعني. لان انا سامع ان الكهرباء هتغلى، والكهرباء هيجي بعد منها حاجات برضو كتير، هتيجي اتصالات هتغلى، هتيجي طب احنا لحد امتى يعني؟ ما هو كل ده يا جماعة بسبب الاقتراض. ليه منعملش مشاريع يا جماعة تنموية حقيقية؟ ليه بنهتمش بالزراعة؟ ليه بنهتمش بالصناعة؟ ليه بندورش نشغل شبابنا؟ ما هي المشاريع التنمو، مشاريع الإنتاج دي هي اللي بتشغل الشباب، وهي دي التنمية الحقيقية، دي التنمية اللي بتنمو بيها الدول. صدقوني أنا يعني إحنا بننقدش قد ما إحنا عايزين البلد دي تنمو بجد. مش عشان كده مش أنا مش حابب واحد زي أحمد الشرعي. إحنا الإدارة المصرية مسمياه إرهابي. أيا كان هم شعبه راضي بيه، إحنا متكلمش، إحنا ملناش فيه. بس احنا بقينا ليه يعني كل من هب ودب بيتكلم علينا وللاسف كلام مظبوط يعني. ليه مش كل حاجة بتروح لأهلها؟ يعني احنا حتى عندنا مثل اسمه ادي العيش لخبازه. وبعدين مصر مليانة كوادر ومليانة جهات. ليه يعني الوزارات ايه فايدة الوزارات؟ طيب ايه فايدة يعني؟ فين وزارة الاستثمار؟ لسه هديكم مثال دلوقتي على كيفية التعامل في مشروع المتحف المصري الكبير. كان في حاجة اسمها وزارة الثقافة، هي اللي كانت متولية الملف ده، لذلك نجح وطلع بالصورة المشرفة اللي احنا شفناها دي. ليه مش كل وزارة بتأدي مهامها المنوطة بها؟ ليه كل البلد أو كل الدولة تحولت لدولة ريعية؟ دولة كل مؤسسة دولة في إيد جهة واحدة. هو كده احنا مش هنتقدم، كده الشباب مش هيشتغل، كده النمو هيبقى بطيء جدا، ده لو في نمو اصلا. يعني كده احنا يعني كل الحاجات اللي الدولة بتاخدها دي يا جماعة لازم نقف عندها شوية. لان دي مصر، يعني مصر كبيرة، ومصر فيها موارد، ومصر يعني شعب، مصر يعني ناس. دولة عبارة عن شعب. حتى بيانات الحكومة كلها بيطلعوا بيحسسونا ان احنا شعب عالة على الحكومة. يا جماعة مصر بتاعت الشعب مش بتاعت الحكومة. التضخم زاد، النمو بطيء، البطالة علت عالية جدا بطالة. بنقعد نوقع بإعلاننا مش فاهم بتعملوا فتن ليه؟ بتعملوا فتن ليه بين شعوبنا والشعوب العربية؟ احنا فعلا احنا واخدين ما انت واخد فلوس، ما احنا واخدين فلوس من السعودية، واخدين فلوس من الإمارات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. احنا واخدين فلوس فعلا من السعودية، مقترضين من السعودية، والسعودية هي اللي شالتنا، هي والإمارات، من 2015 2016. هم الناس ديت ما بيوزعوش فلوس يعني، مش زي زمان. محتاجين فلوسهم، انت ما عندكش تديهم فلوسهم، فبتديهم أرض. وده برضو غلط يا جماعة، لأن الأرض دي أرض المصريين برضو. طب انت الفلوس اللي احنا بنقترضها دي بتروح فين؟ ليه؟ ما انا مش ضد الاقتراض، اقترض، بس اعمل مشاريع تنموية، مشاريع إنتاجية، اللي هي تسد القروض اللي هي اللي انت خدتها عشان تعمل بيها. ما تقترضش وتاخد وتعمل مشاريع ما بتنتجش. احنا لسه اقتصادنا لسه بينمو باقتصادنا. احنا دولة نامية يا جماعة. يعني يعني المناظر والفخامة اللي احنا بنشوفها ديت، صدقوني الدول العربية ما بتعملهاش. الدول اللي احنا بنستلف منهم ما بتعملش التكاليف دي كلها. هو طبعا انا معاك ان انت لازم تسوق لسياحتك. احنا بنحط دلوقتي السياحة على الخط المظبوط، تمام، سوق. بس اتمنى ان التسويق والتكاليف ديت تغطي على الاقل، على الاقل مصاريفها، او تكلفة المتحف المصري مثلا مكلف مليار او مليار و200. ده برضو بالقروض من اليابان. يطلعوا يقولوا لنا القروض يعني اللي هيجيبوا المتحف المصري هيسد الفلوس ديت في خلال قد ايه؟ تمام، انت بتستهدف ايه من وراء
آه، تشغيل هذا الصرح العظيم. يعني نفسي الحكومة تطلع كده تعمل مشروع، تقول لنا يا جماعة المشروع ده هنعمله هيكلف كذا، هيجيب كذا في السنة، بيبان بوادره من أول 6 شهور. إنما كل المشاريع كده غامضة، كل المشاريع كده يعني فيها ما فيهاش أي نسبة من الوضوح. لازم ما احنا لازم نفهم يا جماعة، لازم نفهم البلد رايحة على فين. لازم نفهم البلد رايحة على فين. احنا عايزين الخير للبلد دي، وعايزين الخير للشعب ده، الشعب المصري يا جماعة. احنا نستحمل، بس اللي بيستحمل بيبقى مستني الوقت اللي هو فيه بيجني فيه استحماله. احنا عمالين نستحمل وبنجنيش، وبيطلع رئيس الوزراء كل شويه احنا نجني ثمار الاصلاح الاقتصادي. فين انت بتجني لوحدك؟ احنا في حد من الشعب يا جماعه حاسس باي حاجه، او اي حاجه رد على الشعب؟ مفيش اي بوادر يا جماعه. مفيش حد مصري بيجني غير نسبه معينه هي اللي بتجني. النسبه دي لا تمثل الشعب. بصراحة يعني على قد ما الواحد مبسوط من اللي حصل أو الافتتاحية بتاعت المتحف المصري، على قد ما أنا زهقان إن عندنا مشاكل كتير قوي ما بتتحلش، ومفيش شفافية في حل المشاكل، وحاسس إن الوضع بيتفاقم سوء، لأن إحنا برضو ما زلنا شغالين على الاقتراض، والاقتراض ما بينموش الاقتصاد، بالعكس الاقتراض بيرجعك ورا. يعني احنا مصر دلوقتي مديونة بأكتر من، احنا عندنا 161 مليار دولار يا جماعة علينا ديون خارجية، غير الديون الداخلية يعني. ف مش عارف يعني احنا، يا ريت كل جهة منوطة. تعرفين يا جماعة العدو الوحيد لمصر هو ايه؟ هو الفساد. صدقوني والله العظيم، عدو دولة مصر الوحيدة هو الفساد. احنا يعني اي عدو خارجي احنا كافلين بيه. عدونا اللي فعلا مميت للشعب هو الفساد. الدولة دي لو قدرت تقضي على الفساد، والله العظيم هنبقى أحسن دولة في العالم. هو الفساد هو اللي مأخرنا، هو اللي مرجعنا لورا، الهدر والفساد. أتمنى الخير لمصر يا رب في تقدم، والله المستعان.